جبال الهيمالايا من تقريبا 2500 عام كان واحد القصر كبير لواحد الملك يلا غيتزاد عنده وليد. هذا الملك قرر انه يعيش ولده احسن عيشه ويحاول ما امكن ما يخليش يشوف المعاناه واي حاجه حل عليها فمو تحضر. ونهار تزاد على الاسوار ديال القصر باش الامير ما يعرفش شنو واقع على برا. كبر الامير وهو جاهل على العالم اللي كاين خارج القصر، كان عنده خدم وحشم وعبيد كيخدموه. حقق الملك المخطط اللي كان دايرو لولدو وقدر يعزلو على العالم الخارجي. دوز الامير طفوله زوينه بزاف حتى ولا شاب وما بقاش عجبو الحال ولا كيحس بحياته بلا معنى. وحيت كل ممنوع مرغوب قرر الامير يخرج ويشوف شنو ورا الاسوار د القصر. في واحد الليله من الليالي خلص الامير واحد من الخدم ديالو باش يخرجوا بالتخبيه من القصر، وفعلا خرج الامير وشاف العالم الحقيقي، شاف معاناه البشر لاول مره في حياته، شاف ناس مرض وناس كبار وحدين متشردين، شاف كل شيء لدرجه انه شاف ناس كتموت قدام عينيه. ندهش الامير من اللي شافه لدرجه انه ما عرفش شنو خاصو يدير. اكيد غادي يوقع ليه هكا حيت حياته كامله وهو عايش في النعيم، غادي يجي صعيب يشوف عكس اللي كان عايش فيه. رجع الامير للقصر وبدا كيلوم الاب ديالو على كاع داكشي اللي داروا ليه، ولا مقتنع ان الثروه هي اللي خلات حياته بلا معنى وهي اللي خلاته يعيش تعيس. فقرر يهرب من القصر ويتخلى على العائله ديالو والممتلكات ديالو كلها ويعيش في الشوارع ويذوق الالم والمعاناه. الليله اللي من بعدها خرج الامير بالتخبيه من القصر، وهذه المره قرر ما يرجعش ليه ابدا. عاش سنين طويله متشرد في الشوارع كينعس على الارض، جوع راسو وعذبها. كانت المعاناه ديالو كبيره بزاف، عانى من المرض لان المناعه ديالو كانت ضعيفه، عانى من الجوع والوحده والضعف لدرجه انه واجه الموت. استمر على هذا الوضع سنوات طويله وبدا الامير كيكتشف الحقيقه المره. وفي واحد النهار نقى راسو ولبس حوايج نقيين ومشى جلس تحت واحد الشجره حدا واحد الواد، وقرر يجلس تحتها وما ينوضش حتى يلقى العالم الصحيح اللي خاصو يعيش فيه. هو عاش في النعيم وعاش في المعاناه واكتشف ان حتى وحده من هادو ما كتختصر المغزى من الحياه. كتقول القصه انه جلس تحت الشجره 49 نهار وبلا ما تسولني كي دار ليها، ولكن في النهايه وصل لافكار عميقه والعالم الصحيح اللي كيقلب عليه. والحقيقه انه من الضروره الحياه ديالك تكون خليط بين النعيم والجحيم. واكتشف ان الحياه نوع من انواع المعاناه، كيعاني الاثرياء بسبب الثراء ديالهم، وكيعانيو الفقراء بسبب الفقر ديالهم، وكيعانيو اللي ما عندهمش عائله حيت ما عندهمش عائله، وكيعاني اللي عنده العائله مع العائله ديالو. المهم المعاناه موجوده سواء كنتو عايشين في النعيم او الجحيم. واخا المعاناه ماشي ديما كتكون بنفس الالم وبنفس الحده، ولكن ضروري الكل تكون عنده معاناه ديالو. المهم دازت سنين وسنين وكون هذا الامير راسو فلسفه قدمها للعالم. والفكره المركزيه لهذه الفلسفه هي ان الالم والخساره جوج الحوايج ما عندك منين تهرب منهم، وخاصه نحبسهم من مقاومتهم، وان السعاده ماشي معادله رياضيه وإلا حليتي المعادله غتلقى السعاده. يعني ما كايناش شي حاجه الا وصلتي ليها او درتيها غتكون سعيد. هذا الامير سميتو بوذا، اكيد غتكون سمعتي بسميتو شي مره من المرات. منين جات هذه القصه؟ هذه القصه هي باش بدا مارك مانسون الفصل الثاني من الكتاب ديالو فن لا مبالاه. وبعدها داز لواحد الجزء مهم هضر فيه على واحد الشخصيه خياليه من الافكار ديالو وسماه باندا الخايبه. وهذا الباندا الدور ديالو هو يعطيك الحقيقه المره الخايبه ديالك اللي تقدر تجرحك وتقلقك، ديك الحقائق اللي ضروري نسمعوها ولكن ما كتقبلوهاش. والغرض ديالو من انه يعطيك هذه الحقائق هو انه يقويك. كيقول مارك مانسون تخيل ان باندا الخايبه بدا كيدق عليكم باب ويدخل عندكم ويقول لكل واحد الصراحه. يقول الاب مثلا واخا تربح بزاف ديال الفلوس ولادك ما غاديش يوليو كيبقيوك حيت ما درتيش هادي وهادي، ويقول الام هادي وهادي ما غاديش يوصلوك لهاديك وهاديك اللي بغيتيها. وكل واحد يقول ليه الحقيقه المره اللي هو عايشها، ديك الحقيقه اللي كل واحد فينا عارفها وكيحاول يدير راسو ما عارفهاش ويخليهم الباندا ويخرج. كيقول مارك مانسون حنا محتاجين بحال هاد الباندا في حياتنا اللي غيعطيك الحقيقه اللي كاينه لداخل ديال كل واحد فينا، واخا الحقيقه ما غتعجب حتى واحد فينا، ولكن حيت غيحطمنا غيخلي حياتنا احسن وافضل. وكيشبهو مارك مانسون بداك الفيلم اللي انت كتفرج فيه وعارف البطل غيموت في النهايه ديالو وغادي تحزن، ولكن انت مستمتع وانت كتشوف الفيلم حيت كتحس انه فيلم حقيقي وواقعي. كيقول مارك مانسون سمحوا لي دابا نلبس قناع الباندا ونعطيكم بعض الحقائق المره اللي قليل فين تلقى اللي يعطيها لك. خاصكم تعرفوا ان المعاناه حاجه مفيده وحاجه صحيه، وخاصكم تعرفوا ان المعاناه اللي كنعيشوها هي اللي كتدفعنا نتحسنوا للافضل ونتغيروا. فإذا كنتي كتعاني من الفقر هذا خاصو يكون دافع انك تفكر وتخدم وتزيد للقدام باش تخلص منه. وإذا مثلا كنتي كتعاني من السمنه فهذا دافع انك تحسن من ماكلتك وتحرك. وبزاف د الامثله اي معاناه كتعيشها في حياتك هي اللي كتدفعك
باش تغير وتزيد للقدام. وداكشي علاش الانسان كيما كان عايش في نعيم او جحيم او ديك البلاصه الرماديه اللي بيناتهم ما كيشبعش وما كيملش وكيشوف في الحاجه اللي مازال ما حققهاش. وكتلاحظوا مثلا شي واحد ما خدامش كيبقى كيحلم بالخدمه، وهذا كيكون دافع يقلب على ديك الخدمه، وغير يلقى الخدمه كيولي يفكر في الدار او الطوموبيل، وغير يدير واحد فيهم يفكر في الاخر. وحتى هذاك اللي لاباس عليه دائما باغي الزياده وكيطمع يزيد في المشاريع ويزيد في الفلوس ديالو. كيف ما كانت حالتك اللي انت عايش فيها ما كيعجبكش الحال وكتبغي تزيد للقدام، داكشي علاش كلشي راه كيعاني. وقال لك هذه راه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وهذا الشيء اللي مخلي البشر غادي وكيتقدم وكيتطور. وعطى مثال بسيط، ملي تضرب رجليك في الطبله وخصوصا داك الصباع الصغير شحال عزيز عليه ديك القنيات ديال الطبله، غادي تغوت من الالم اللي غادي تحس به. كيقول غالبا غادي تسب الطبله وتخاصم على ديك الطبله واخا هي راه ما كتحركش وغير جماد، وتقدر توصل بك لدرجه انك تخاصم على هذاك اللي حط ديك الطبله في ديك البلاصه. كيقول هذا الالم واخا صغير هو اللي غيخليك تجنب الطبله المره الجايه وتعرف فين تحط رجليك، ويقدر يخليك تنوض فراش الدار. فعلا هذا مثال صحيح. وكنظن كون ما كنتي كتحس بالحريق ما غاديش تبعد على العافيه، وكون ما كنتي كتحس بالجوع والعطش ما كنتيش غتاكل او تشرب. وبزاف الالام اللي خاصنا نحمد الله عليها، حيت كاينين الناس عندهم مشاكل في الخلايا العصبيه وما كيحسوش لا بحريق لا بضرب، ويقدر يلا طاح يديه في العافيه تحرق وما يحس بوالو حتى يفقدها، عافانا الله واياكم. كيقول المعاناه هي اللي كتدفعك للتغيير، والالم كتخلينا نتجنبوا نفس التجارب في المستقبل. كيقول ان الدماغ ديال البشر ما كيفرقش ما بين الالم النفسي او الالم الجسدي. فمثلا شي واحد اذاك نفسيا، صديق او شخص قريب او بعيد، كيبقى في الذاكره ديالك داك الالم النفسي وكيكون سبب انك كتفادى تطيح في نفس الموقف، اي ان الالم كيخليك تجنب نفس التجربه في المستقبل، والذكريات المؤلمه كتخليك تجنب الاخطاء اللي درتيها باش ما تعاودهاش في المستقبل. كيقول مارك مانسون في واحد النهار جا عندي دب الباندا او كما سماه هو باندا الخايبه، وقال لي بلي الحياه سلسله ما كتساليش من المشاكل، وكل حل وحده من دوك المشاكل ما هو الا بدايه المشكله اللي غتبعها. وقال ليه ما تحلمش بحياه ما فيهاش المشاكل، حيت هذا راه مستحيل، والسعاده راه كاينه في حل هاد المشاكل، وهذا هو السر ديال الحياه. فإلا كانت عندك شي مشكله في حياتك اعترف بها وحاول تحلها، وإلا حليتيها اكيد غتفرح وغتكون سعيد. كيقول ان الله سبحانه وتعالى خلق فيك خصله زوينه بزاف اللي هي الاحساس بالالم، وهذا الشيء اللي كيعرفك واش كاين مشكل او لا. الا كنتي كتفكر شي حاجه في الماضي وكتضرك في خاطرك فراه كاينه مشكله وخاصها تحل، ولا كنتي ملي كتشوف شي شخص معين كتحس بالالم النفسي فراه عندك مشكله وخاصها الحل. ولكن كيقول مارك مانسون الا جيتي تحل اي مشكله من المشاكل ديالك ما تحلهاش بالعواطف ديالك. نعطيكم مثال، كنتي صايب مثلا وواحد قطع عليك الطريق او لا داز وهو ما عندوش الحق يدوز، تقول ليه نزل عندي، تقدر تضربو وتغوت ويغوت وتوصلوا للبوليس حيت في المشكله خدمتي العاطفه ديالك. اولا مثلا كنتي خدام في شي خدمه وعندك مشاكل مع المدير، نضتي انت سمحتي في خدمتك بسببه ومن بعد ندمتي وما لقيتيش خدمه اخرى بلاصتها، قرار كان عاطفي. اذا خاص يكون المنطق مع العاطفه. اذا بغيتي تحل مشكل من المشاكل ديالك خدم عقلك اكثر من العاطفه وحاول دير توازن بيناتهم. ومارك مانسون في هذا الكتاب طرق لواحد النقطه مهمه بزاف، كيقول اختار المشاكل اللي بغيتي تعيشها. انا صراحه اول مره نسمع شي واحد كيقول لك اختار المشاكل اللي بغيتي تعيشها. واش ما عرفتش واش كاع الناس عارفين ان عندنا اختيار نختار المشاكل اللي غنعيشوها، واش حنا مخيرين في هذه المشاكل هادو؟ المهم كيقول مارك مانسون انا كنت في المراهقه ديالي والشباب ديالي كنحلم نكون موسيقي نجم من نجوم الروك. كيقول كنت كنتخيل راسي فوق الخشبه والجمهور كيصفق عليا، كيقول فعلا قضيت وقت طويل وانا كنتعلم نعزف على الجيتار ونغني، ولكن للاسف عرفت في الاخر انني ما غنوصلش لهذا الحلم. اكتشفت السبب هو اني اخترت غير الحلم والحاجه الزوينه فيه بلا ما نختار المعاناه والمشاكل اللي كترافقه. اختاريت نكون عازف جيتار بلا ما نختار الساعات الطويله اللي غيخصني ندرب فيهم. ما نجحتش نحقق الحلم ديالي حيت اختاريت الجانب المشرق من هذا الحلم وبلا ما نختار معاه داك الجانب ديال المعاناه اللي غادي ترافقه. كيقول مثلا بزاف منا بغى يوصل لذاك الجسم الجميل الجسم المثالي، يعني كيختار يوصل غير لذاك الجسم الرياضي، ولكن ما كيختارش معاه التمارين والالتزام واتباع نظام غذائي والجهد والعيال اللي كيخصك ديرهم ساعه ولا اكثر في لاصال والمداومه باش توصل لديك النتيجه. كيقول بزاف منكم بغاو يوليو اثرياء ولاباس عليهم
ولكن ما بغاوش الخدمه لساعات طويله، وما بغاوش العيا والمشقه، وما كيبغيوش يختاروا الخدمه على حساب التسليه والعطل والخروج. كيقول لي بغى يختار واحد الهدف باش يحققه، خاصو يختار المشاكل اللي غتكون معاه والمعاناه اللي غيخصو يعيشها معاه. كيقول خاصكم تختاروا المشاكل اللي بغيتو تعيشوها. مادام انت غادي تحل مشاكل غتحلها، فالاولى انك تختار المشاكل اللي تستاهل انك تحلها واللي غادي توصلك للحلم ديالك والسعاده في حياتك، وتخدم فلا مبالاه في المشاكل اللي ما كتخصكش وما كتخصش الهدف ديالك. وهذا علاش سميتو فلا مبالاه، حيت ما قالش لا مبالاه بوحدها، بل قال خصك تفنن في اللامبالاه. وماشي كنقول لكم ما توليوش مباليين بحتى حاجه في حياتكم، ولكن اختاروا الحاجه اللي كتهمك والحاجه اللي كتستاهل، حيت غتلقى راسك كتفني حياتك باش تحل هاد المشاكل، واذا كانت مرتبطه بالهدف ديالك الحل ديالها غيوصلك للسعاده. في النهايه غادي نلخص لكم هذا الفصل في هذه النقط. المعاناه كاينه في جميع الاحوال، سواء في النعيم او الجحيم، وحتى في بيناتهم كل واحد منا غتوصلو حقه من المعاناه. غير هو بطبيعه الحال معاناه الفقير راه ماشي هي معاناه الغني، واخا راه بجوج كيعانيو، ولكن راه كل واحد بدرجه المعاناه ديالو. ثاني حاجه، المعاناه هي اللي كتدفعك باش تغير للاحسن والافضل. اذا المعاناه شي حاجه زوينه ومهمه. ثالث حاجه، الحياه هي سلسله من المشاكل، ما توقعش تعيش حياه مثاليه بلا مشاكل وبلا ما تحلم بها، حيت اصلا راه ما كايناش. رابعا، السعاده راه كاينه في حل هاد المشاكل، والسر ورا حياه سعيده هي يكونوا فيها اصلا مشاكل وتحلهم، ماشي تعيش حياه ما فيهاش اصلا هذوك المشاكل. وخامسا، اختار المشاكل اللي كتستحق انك تعيشها وتحلها، وتستحق تضرب تماره وتبذل مجهود باش تحلها. ما تضيعش عمرك كتحل في مشاكل ما عندها حتى علاقه بك وبالاحلام ديالك والاهداف ديالك. ولا جيتي تحل المشاكل ديالك، خدم عقلك، ما تخدمش العاطفه اكثر من العقل. دير توازن ما بين عقلك وعاطفتك، كر 6 المرات وطبق مره واحده، احسن من انك دير شي حاجه وتندم عليها من بعد. اخيرا وليس اخرا، اي طريق اختاريتيه خاصك تختار معاه المشقه والمعاناه اللي غدوز منها باش توصل لاخر الطريق اللي انت اختاريتيه. حتى لهنا غنكون ساليت شرح الفصل الثاني من هذا الكتاب. كنتمنى ان الجرعه اليوم كانت مفيده لكم، ولا كتعرفوا شي واحد ممكن يستافد من الفيديو شاركوه معاه. ولا عجبتكم القناه ما تنساوش تشتركوا وديروا لايك. شكرا لكم على المشاهده، وشكرا على وقتكم اللي ما كيتقدرش بثمن. الى فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.